إذن ثلاثية أهلاوية في الشباك الإمباوية تحسم صعوده إلى المباراة النهائية. حلوة صح؟ حلو. حاجة فاضلة مش عاجباك ولا 90 دقيقة يا كابتن، لا حلوة جدا والله. لقيتك مش مبسوط كده. بص أحمد حسن ضحك وفرفش. حلو، عجبتني. حلو. حسيتك برضه كده لا والله مش حلوة. فرحان لي أنا يعني. لا فرحان لحضرتك. دخلت في الشهر الجديد يعني. الأهلي كابتن أحمد أعتقد بأقل مجهود، لكن أسألك عن الأداء، أسألك عن طريقة اللعب النهاردة لمارسيل كولر، ولماذا هذا التفوق الكبير؟ اعتقد ان احنا اتفقنا قبل اللقاء احنا الثلاثه يعني، وقلنا ان المباراه مش صحيح. صعبه على النادي الاهلي، واعتقد ان الشكل اللي فيه النادي الاهلي اصبح خلاص بيخلينا حاسين ان النادي الاهلي عنده الافضليه. نعم. ليه عنده الافضليه النادي الاهلي؟ لان كولر اصبح عنده مرونه لاغلب اللعيبه اللي متواجدين. المباراه كمان لما نيجي نبص، او على الاقل لما نيجي نبص للقاءات النادي الاهلي ما بعد مباراه السوبر الافريقي، هتلاقي ان معدل التهديفي بالنسبه للنادي الاهلي عالي نعم. جدا. انت كل مباراه بتتكلم على المصري 4، سان جورج في المباراتين 7 اهداف، النهارده بتتكلم 15 هدف في 4 لقاءات بالنسبه للنادي الاهلي. دخل مرمى هدفين فقط لا غير. كده 14 هدف. 4 7 11 11 و 3 14. ده مالهاش علاقه بجدول الضرب ولا حاجه. ده لا عشان انا كاتبهم بس يعني عشان بس ما يعني ايه ما تقوليش 5 ب 16 ب 40 وحاجات كده. عشان انا كاتبهم عشان كاتبهم بس. نعم بالظبط 14 هدف. فمعدل تهديفي عالي جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وده اللي بياكد قبل اللقاء. لان كمان احنا فرقه انبي على فكره كل التحيه وكل التقدير ليها، لان برضه لما نيجي نتكلم على فريق انبي هو ما عندوش استقطابات، بيعتمد على مجموعه ناشئين، فبالتالي مع اداء النادي الاهلي اللي احنا شفناه في اللقاءات اللي فاتت فاكيد كان باين ان هو هيكون لقاء صعب على التفوق بالنسبه للنادي الاهلي. لان كولر بقى اصبح عنده عدد كبير جدا من اللعيبه، مين موجود مين مش موجود. يعني انا اعتقد ان النادي الاهلي اصبح عنده كماليه في كل الخطوط. نعم. فانا اعتقد ان الاداء اداء جيد بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن يبقى حاجه بالنسبه ل موديتس. نعم. النادي الاهلي لما بيلعب كهربا فتلاقي دايما الاختراقات من العمق. نعم. او تلاقي دايما اللعيبه حافظه ان هي بتروح ازاي، بتوصل ازاي من حته الاختراقات العمق. انما موديتس مش طريقه لعبه، لان هو حتى واضح ان هو مش جاهز بشكل كبير. في لعبه انا كنت طالبها اللي هي الهجمه اللي جات له القفشه عملها له. نعم. استلامه للكوره باين ان هو لسه مش جاهز بالشكل اللي نقدر نقول ان يبقى متواجد. انما هدف النهارده معنوي، هدف معنوي طبعا مهم جدا جدا ليه. اعتقد ان هيخليه ياخد ثقه كبيره بالنسبه لزمايله. انما الكرات العاليه هو مميز فيها، واضح ان هو لازم تشتغل بطريقه مختلفه. لما يكون موديس اللي موجود في الملعب يبقى لازم اشتغل كرات عاليه كتير سواء من علي معلول او من محمد هاني. هنا دي تبين لك اني لسه برضه مش جاهز. في واحده ثانيه اللي قفشه عملها له هنجيبها حال هايله برضه. كان هنا ده هو هيبقى مميز في الحاجات دي بالنسبه للنادي الاهلي، الحاجات اللي هي الكرات العرضيه، ودي ميزه من ضمن طبعا الحاجات. فانا اعتقد ان مباراه سهله بالنسبه للنادي الاهلي. ادت الراجل كمان اي ان هو يقدر يغير ويقدر ان هو يكون عنده تواجد. شفنا يمكن امام عاشور هنتكلم عليه في وقت من الاوقات برضه لما نزل دي طبعا الهدف. كويس ان هو استثمر الخطا، اتصرف كويس، اتصرف بشكل جيد. ولكن يمكن انا الكوره اللي بتكلم عليها كوره قفشه لما تيجي نبقى نشرحها. دي كوره قفشه بالظبط كده. طبعا هنا قفشه هايل بصراحه، قفشه ممكن يدخل بيها الجون. صحيح. هنا الاستلام فيه بطء شويه. نعم. يعني هنا الاستلام كان لازم يكون اسرع من كده. ما تتشطش بوش الرجل، يعني بدل بطن الرجل كده تقوم جاي زي ما كنا بنقول زمان مشمع بالشوطه، لانه مش هيلحقها حد في الاعاده. هنا هنشوفها افضل. هايل قفشه هايل استلام طبعا هو الاستلام هو نص الجول. هنا الاستلام يعني ممكن كان يتعامل معاه بشكل افضل من كده. ممكن كان ما تطولش. ممكن كان ان هو اصلا قيس ان هو ان هو يودي المدافع. خلاص المدافع طلع بره اللعب خالص. ف هنا هو خلاص، هو هنا المدافع نزل، كان ممكن ياخدها بيمينه وبشماله ويشمع بقى زي ما انت قلت يا كابتن. صحيح. انما في النهايه مكسب مهم بالنسبه للنادي الاهلي. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الف مبروك للنادي الاهلي، فوز مستحق، فوز عريض على نادي انبي، ودي عاده الاهلي دايما. 3 اهداف ولا اجمل من بعض، اداء ولا احسن، تحركات، تمركزات، قول زي ما انت عايز قول وكيفني والعب يا معلم. الاهلي فريق جبار السنه دي، التكامل الموجود بين كل الخطوط
تكامل نموذجي، مفيش خط تحس انه ناقص. موديست فاضله شويه وان شاء الله يخش في مود المباريات ولياقته البدنيه تعلى ويدينا مردود احسن من كده بكتير باذن الله. امام عاشور حدث ولا حرج، رضا سليم زي ما انتم شايفين. كلهم الاهلي جاب 3 صفقات بس، اقل فريق في الدوري جاب صفقات، ولكن جاب صفقات اللي محتاجها بالظبط. طبعا كان ناقصنا واحده بس، ده اللي ناكد عليها، اللي هي بديل لعلي معلول عشان خاطر الراجل يسند عليه شويه. لعل وعسى ان يكون كريم الدبيس في صوره احسن من اللي احنا متوقعينها او متخيلينها. احنا لسه ما شفناهوش كويس عشان نقدر نحكم عليه حكم كامل، ولكن الجوده اللي بنشوفها من لعيبه النادي الاهلي ومن كولر السنه دي حاسين انها اميز من السنه اللي فاتت. الكره اسرع السنه دي، تحركات اسرع، مفيش لعيب بيقف على الارض، كله بيتحرك في نفس اللحظه، ثلاثيات ورباعيات، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا. بالاضافه للاداء العالي جدا من امام عاشور في كل المباريات اللي لعبها. النهارده افتتح اهدافه مع النادي الاهلي، وان شاء الله مزيدا من اهداف امام. فالف الف اليوم مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله زي ما قال الجمهور كنتوا سامعينه طبعا، الماتش الجاي الدور على المانجا. مع احترامنا للاسماعيلاويه، المانجا الاسماعيلاويه طعمها جميل ولذيذ، وكل التوفيق للنادي الاهلي في كل مباراه ان شاء الله. كنت عشاق الرياضه المصريه من عشاق الاهلي، ادينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.